نداء عاجل للحكومة. زي ما عملتوا مبادرة العربيات للمصريين اللي في الخارج، عايزين مبادرة للعربيات للمصريين اللي في الداخل. احنا محتاجين اكتر والله العظيم، وطلعان عينينا وكل واحدة جرة في رجليها 4 5 عيال، ونفسنا بجد في اي حتة حديد على 4 عجلات تلمنا وتلم عيالنا في اي مشوار بنعمله. انا فاهمة والله التحدي الاقتصادي الموجود واللي احنا فيه، بس زي ما انتوا ساعات بتطلبوا مننا ان احنا نحط ايدينا في ايديكم علشان نحل مشكله، وقد كان جيتوا في مشكله الفراخ وقلتوا قللوا استهلاك وقللنا، جيتوا في مشكله السكر وقلتوا خفضوا خفضنا. احنا مش معترضين والله، واحنا كستات بيوت متعودين نعيش في اصعب الظروف، بس كمان تعالوا نسهلها على بعض. والله احنا دلوقتي عندنا مشكله استيراد ومشكله دولار، وبالتالي كل العربيات اللي موجوده في مصر سواء جديده او مستعمله اسعارها بقت 3 اضعاف. فانا دلوقتي والله بسال سؤال مشروع، بما اننا كلنا في ظرف، هل في امكانيه ان احنا نشيل الجمارك والضرايب من على العربيات؟ انا مش بفهم في القانون قوي، بس انا بجد بسال ايه اللي ممكن الحكومه تعمله لنا علشان تخفف علينا العبء ده. العربيه سعرها بره معروف، بس على ما بتوصل لنا بتزيد اضعاف، ايش للوكيل، ايش للضرايب، ايش للجمارك، وايش في التراخيص والمرور. فبجد والله ايه اللي ينفع نعمله وايه اللي ينفع نستغنى عنه مؤقتا، لان بجد والله المصريين اللي في الداخل ظروفهم اصعب من المصريين اللي في الخارج. حضرتك رحت عملت مبادره للمصريين اللي في الخارج وهم جايين يجيبوا عربيتهم معاهم ونشيل الجمارك والضرايب ويحطوهم في وديعه وياخدهم بعد 5 سنين. فايه المشكله بقى ان احنا نعمل المصريين في الداخل هم كمان كده؟ حط لي حتى 50%، احنا راضيين ب 50%. وعلى فكره لو طلبتوا مننا ان احنا نعمل وديعه بالعمله الاجنبيه زينا زي اللي في الخارج هنتصرف ان شاء الله ونعملها. بس ليه بتخلونا نروح لطرق ملتويه ونلف حوالين نفسنا؟ ما كل شله قاعده على القهوه عارفين ان في واحد منهم شاري جواب بتاع ذوي الهمم وراكب العربيه بدون وجه حق، ومضي اللي واخد منه العربيه على كمبيالات او شيكات علشان يضمن حقه في العربيه. فليه؟ انا بسال بجد والله، بس ليه؟ ما تيجي نحط ايدينا في ايد بعض ونسهل على نفسنا كلنا، ونسهل على المصريين في الداخل انهم يشتروا عربيات هما كمان. ممكن ناس كتير تبقى شايفه ان الموضوع ده رفاهيه، لكن عايزه اقول لكم ان العربيات بقت من الضروريات مش من الرفاهيات. تعالي كده نتخيل ان انت في بيت ومعاكي عيلين وابوهم، ويومك هيبقى عامل ازاي؟ هيروحوا مدارس ازاي؟ وهتروحي الشغل ازاي؟ وابوهم هيروح الشغل ازاي؟ وبعدين مين اللي هيجيبهم من المدارس وهو جاي من الشغل؟ ولو في تمارين مين اللي هينزل تاني يوديهم التمارين؟ وهيوديهم بايه؟ هتفضلي تاخدي تاكسي كل شويه؟ هتلاحقي على الفلوس ازاي؟ مش هتقدري. طب هتاخدي ميكروباصات، انا لسه عامله حلقه اهو عن اللي بيعملوه فينا الميكروباصات وانت عارفه، وده سلو يومك. افتكري الطابور، وممكن يبقى اي حد معاه شويه فلوس على جنب او يبيع حاجه هنعرف نتصرف. بس للاسف بعد الغلو اللي بقالنا فيه 2 سنين الحلم ده اتقضى عليه. يستحيل دلوقتي اي بيت من الطبقه المتوسطه انه يمتلك عربيه بالاسعار اللي موجوده دلوقتي. فنداء تاني للحكومه، عاوزين مبادره للمصريين في الداخل لو سمحتوا بعد اذنكم، ان ما كناش هنتقل عليكم. ورانا بيوت والله العظيم وطالع عين ابونا، ومشاوير، والواحده طالع عينها اصلا طول اليوم، فهونوا علينا، ربنا يهون عليكم.